ماجد الفطيم خلق بإذن الله مجتمعات لم تكن موجودة، وأوجد حياة وحيوات وأثراها، وساهم بشكل ضخم ولا يوصف على إثراء وانتعاش اقتصاد الدول العربية التي تواجدت فيها مشاريع المجموعة. وكان من ضمن أهدافه ورؤيته هو خلق فرص عمل لمواطني الدول التي يتوسع فيها، فوجدت آلاف من فرص العمل بضخامة العمالة المطلوبة لإدارة فروع المجموعة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، ويسر على الناس وأوجد المولات والفنادق وكل ما يتعلق بخدمة الناس وإثراء حياتهم في أكثر المناطق الحيوية في البلاد. كان يذهب إليهم ولم ينتظرهم ليأتوا إليه. مجموعة ماجد الفطيم هي عالم مصغر من البشر من مختلف الجنسيات والثقافات والأعراق والأديان، مجتمعون تحت قبة هذا الإرث العظيم في الأرض، والذي بدأ في دولته الأم الإمارات، ثم توسع لينفع المجتمع العربي والشرق أوسطي والإفريقي والأسيوي. دي كانت قصة نجاح إنسان خدم الإنسان دون تمييز أو تحزب، بمنتهى الإخلاص والتفاني والإنسانية وبفطرة الله التي فينا. خدم أهله وبلده وتخطى حدود ده كله لملايين من البشر في مختلف الأقطار والأمصار. يا ترى مين هيكون مننا قصة نجاح إنسانية خالدة تحيا بعد فنائه؟ أنا عمري ما هقولك ولا هنصحك إنك تكون ماجد الفطيم تاني أو تكون جوجل تاني، لأنك أنت نفسك علامة تجارية فريدة تمشي على الأرض. أنت مالكها، وأنت صانعها، وأنت مطورها، وهي أمانة معك تفعل بها ما تشاء. الأمثلة دي بس عشان بس تورينا إننا فعلا نقدر.